اندرو هيبرمان عالم اعصاب وصاحب واحد من اشهر البودكاستس في العالم. ابتديت اتابع البودكاست من سنتين تقريبا، ودي 10 دروس اتعلمتها منه على مدار السنتين. بحاول ارتبها بترتيب اليوم من اول ما اصحى لحد ما انام. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. اول درس اتعلمته التعرض للشمس من 10 ل 15 دقيقه اول ما تصحى يوميا. التعرض للشمس من 10 ل 15 دقيقه اول ما تصحى بيحسن السيركيديان ريزم او الساعه الداخليه. السيركيديان ريزم هي الساعه الداخليه اللي بتتحكم في مواعيد النوم بشكل كبير، وايه الوقت اللي المفروض تحس ان انت فيه فايق، وايه الوقت اللي انت المفروض تحس فيه ان انت عاوز تنام، وده عن طريق تحكمها في هرمونات ودرجه حراره الجسم. التعرض للشمس بيحسن الموضوع ده، وبالتالي بيخلي جسمك يعرف ان احنا المفروض بالنهار فالمفروض تبقى فايق، او ان احنا بالليل فالمفروض تبقى عاوز تنام. كمان التعرض للشمس بينظم افراز الميلاتونين، وده الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم. تاني درس اتعلمته الدش البارد. كنا اتكلمنا عن الدش البارد قبل كده في القناه، ممكن تشوفه من هنا. بس باختصار الدش البارد بيحسن افراز هرمون الدوبامين والادرينالين، واللي بيخليك متحفز عشان تعمل حاجه معينه، لانه بيزود الدوبامين تقريبا مرتين ونص عن معدله الطبيعي. كمان الزياده دي بتفضل مستمره لفتره طويله. تالت درس اتعلمته تاخير القهوه او الكافيين من 90 ل 120 دقيقه بعد ما تصحى. لو شربت قهوه اول ما تصحى على طول ده هيؤدي الكسل بعدين، او اللي بيسميها الافتر نون كراش، وده بسبب ان الكافيين بيشتغل اصلا بان هو بيعمل بلوك لمستقبلات الادينوزين. الادينوزين زيادته في الجسم هي اللي بتخلينا عاوزين ننام، او بيزيد طول اليوم لغايه ما تحس ان انت عاوز تنام، وبيقل في فتره النوم نفسها. بعد ما بنصحى من النوم بيبقى لسه في ادينوزين، وبيفضل يقل بعد ما نصحى من 90 ل 120 دقيقه. فلما بتشرب قهوه اول ما بتصحى الكافيين بيمنع الادينوزين ان هو يقل، فبالتالي بتحس ان انت فايق لفتره معينه بسبب تاثير القهوه. بعد ما تاثيرها يقل ترجع تاني تحس ان انت عاوز تنام. كمان استهلاك الكافيين قبل المده بيبقى ليه تاثير سلبي على النوم. رابع حاجه اتعلمتها افضل وقت ممكن تعمل فيه حاجه فيها مجهود زي بيبدا بعد حاجه اسمها التمبريتشر مينيمم من 5 ل 6 ساعات. التمبريتشر مينيمم اقل درجه حراره جسمك بيوصل لها، وقتها تقريبا بيبقى من 90 ل 120 دقيقه قبل ما تصحى على طول. فتره بعدها من 5 ل 6 ساعات بتبقى احسن فتره تعمل حاجه محتاجه تركيز. الدرس الخامس اطول فتره ممكن تركز فيها بشكل عميق هي 90 دقيقه. التركيز لمده 90 دقيقه على حاجه صعبه هي اطول فتره ممكن نركز فيها، بعد كده التركيز بيبدا يقل، وده بسبب الالتريديان سايكل، وهي ان انت لما بتركز بيبقى فيه هرمونات معينه بتزيد، بعد كده بترجع تقل تاني بشكل طبيعي. ده بيبقى بعد 90 دقيقه من التركيز. فالافضل ان انت تاخد بريك بعد 90 دقيقه، وده ينقلنا النقطه السادسه ازاي تاخد بريك. جربت قبل كده تكون بتذاكر بعد كده قررت تاخد بريك لمده 5 او 10 دقائق، بعد كده لما رجعت حسيت برضو ان انت مش قادر تذاكر كانك ما خدتش بريك. ده بيبقى ان غالبا لما بتاخد بريك بص على حاجه صغيره زي شاشه الموبايل او اللابتوب، فانت فعليا مش بتاخد بريك، بالعكس، لان النظر والتركيز على حاجه صغيره بيعمل اجهاد اكتر لعقلك وعينيك. كمان لو بتفتح السوشيال ميديا فده ستيمولس او حافز، فبيخلي عقلك يبذل مجهود. اندر هيبرمان بيقول ان البريك المفروض يبقى من 10 ل 20 دقيقه كل 90 دقيقه لو بتعمل حاجه محتاجه تركيز، وان البريك يبقى ان انت مش بتركز على حاجه صغيره زي شاشه الموبايل او اللابتوب، ولكن تكون بتركز على حاجه واسعه او بانوراميك فيجن زي ما بيقول، لان انت تبص في الشباك مثلا او تخرج تتمشى. سابع درس اتعلم ما تعملش كذا حاجه بتفرز الدوبامين في نفس الوقت. لما بتعمل حاجه بتزود الدوبامين فجاه ولمده صغيره زي مثلا السوشيال ميديا بيحصل بعدها كراش في البيز لاين، او ان الدوبامين مش بيرجع لمعدله الطبيعي. ده كمان بيحصل لما بتعمل كذا حاجه فيها دوبامين في نفس الوقت، زي مثلا ان انت تتمرن وبتسمع موسيقى. ده مع الوقت بيقلل البيز لاين بتاع الدوبامين، وبالتالي بيؤدي ان انت ما يبقاش عندك حافز طول الوقت. دايما درس على الزياده المتقطعه في الدوبامين. السوشيال ميديا والقمار حاجات ادكتيف او ادمانيه جدا، وده بسبب ان المكافاه فيهم مش متوقعه. انت مش بتبقى عارف هتشوف بوست يعجبك امتى على السوشيال ميديا او هتكسب فلوس امتى في القمار، فده بيخليك دايما مستني الوقت اللي هتكسب. ده اسمه انترميتنت دوبامين بيك. زي برضو مثلا ان انت تكون قاعد بتقلب في السوشيال ميديا ويكون كل البوستات مش عاجباك ما عدا واحد، بعد كده تقلب تاني بوستات ما بتعجبكش برضو ما عدا واحد تاني. الزياده المتقطعه في الدوبامين دي من اكتر الحاجات اللي بتسبب الادمان. اندر هيبرمان بيقول ان انت المفروض تستغل الموضوع ده لصالحك، وده عن طريق ان انت تطبق نفس الكونسبت على حاجه انت محتاج تعملها، زي مثلا ان انت تتمرن مع حد انت بتتسلى في التمرين معاه، او ان انت تاكل اكل حلو بعد ما تذاكر، بس ده يبقى بشكل عشوائي ومش على طول علشان تتجنب النقطه اللي قلنا عليها قبل كده. تاسع درس اتعلم روتين الاغلاق او القفل، كانت من حلقه كان نيوبورت مع اندر هيبر. ده معناه ان انت قبل ما تخلص مذاكره مثلا تبقى محدد ميعاد معين هتخلص فيه، ما تعملش حاجه بعديه، وتحاول ما تخليش حاجه مفتوحه، واي حاجه مفتوحه تحدد لها ميعاد بعد كده تعملها فيه. في الاول الموضوع بيبقى صعب وبياخد وقت، بس بعد كده الموضوع بيبقى ليه فوائد كتير، زي ان انت لما بتعود عقلك ان ساعات المذاكره خلصت الافكار الخاصه بالمذاكره والقلق منها بيقل بعد الفتره دي، وبعد فتره لما تطبق الموضوع ده بيختفي خالص. ولما تخلص ساعات المذاكره هتلاقي نفسك مش بتفكر في الموضوع خالص، فيبقى الوقت اللي المفروض ترتاح فيه او تنام فيه يبقى الموضوع ده بس. وده ينقلنا الدرس العاشر والاخير، خلي عندك روتين قبل النوم او روتين مسائي. دايما بنسمع عن الروتين الصباح، ولو دورت على اليوتيوب هتلاقي فيديوهات كتير عن الموضوع ده، بس زي ما في روتين صباح بيساعدك ان انت تركز بشكل احسن ويساعدك يبقى عندك طاقه بقيه اليوم، في روتين مسائي يخليك تنام بشكل احسن. النوم مش زرار بتضغط عليه فبتنام، لا ده بروسيس او عمليه بتاخد وقت. ماثيو ووكر صاحب كتاب واي سليب شبهها بطياره بتعمل هبوط فبتحتاج وقت، والروتين المسائي بيساعدك تعمل ده بشكل احسن. الروتين ده بيختلف من واحد للتاني، ممكن مثلا قراءه كتاب، او ان انت تقلل الضوء اللي بتشوف منه اللابتوب او الموبايل، كمان الجورنالينج او كتابه اليوميات. ماثيو ووكر كان اتكلم عن حاجه اسمها ووري جورنال، وهي ان انت بتكتب على ورقه الحاجه اللي انت قلقان منها قبل ما تنام. تقريبا لو عملت كده في الظروف دي وقت النوم هيخلص قبل ما تخلص كتاب. بس هو بيقول ان لسبب ما لما بنيجي ننام القلق اللي عندنا بيتم تضخيمه، تحس ان المشكله اكبر مما هي يعني. كمان النوم والصحيان في وقت محدد حتى في ايام الاجازه من اهم الاسباب اللي تخليك تنام بسهوله. النوم الكتير في ايام الاجازه وعدم الالتزام بالمواعيد اللي انت بتصحى وتنام فيها بالشكل الطبيعي ممكن يكون له تاثير سلبي. كان اتكلم عنه ماثيو ووكر في حلقه مع اندرو هيبر. وبس كده، سلام عليكم.